السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد اللي من خلاله إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاولوا نوضحوا لكم كيفاش كيتم التحضير ديال الصالون، انطلاقا من أخذ القياسات في المنزل ديال الزبون حتى الوصول البونج بالقياسات اللي عنده وبالذوق اللي بغى على حسب اللون وعلى حسب الجودة. كما كتلاحظوا هنايا هادو بونجات اختارت الكليان هذاك التوب اللي كيبان لكم في الصورة انه مخيط. هذا كذلك صالون بالقياسات مختلفين وبلون مختلف وبجودة مختلفة كما قلنا لكم على حسب الطلب ديال الزبون. هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم هو اللي غادي نوريكم كيفاش غادي نفصلوا التوب ديالو من الطلامط المخاد، القياسات ديال المخاد، هادو الفرماجات البنات. واحد الصالون اخر حتى هو كاينين الفرماجات ديالو نوريه لكم. هاد البلو مارين ها هما فرماجات. المهم هادشي على حسب الطلب وعلى حسب سير ميزور اللي عندكم في الصالون، يعني القياس اللي عندكم تنجيبوه هكايا امبالاج مقاد ناضي، ماشي عاد قطع ولا يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم سلعه نقيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ها هو العبار اللي كان عندك من 1 سنتيمتر حتى 50 سنتيمتر في العلو، ممكن اننا نوجدوا لكم العباره ديالكم ان شاء الله. يلا مرحبا اللهم يسر. بالنسبة للصالون اللي كنا تحدثنا عليه هو هذا التوب اللي اختار الزبون. هذا التوب ديال التلميط من نوع المبرة، التوب ديالو جودة ممتازة، داخل معاه السقلي منسوج معاه خيط، بمعنى انه واخا يتصبن ويعاود يتصبن يعني كيبقى دائما في اللمعان ديالو. هذا التوب ديال الوردة منه غادي نفصلو ديال المخد، يعني هذا فيه داك البوكي ديك الفاز في الوسط، ها هو باش نقطعو المخد يعني على حساب لاطاي كبيرة. لاطاي ديال 90 سنتيمتر غادي تكون دو فاس، يعني الوجه ديال المخدة ماشي بحال الظهر ديالها في الديكور. هنا فسالينا التقطاع ديال الوردة هانتوما كما كتشوفوا. بالنسبه لهنايا هذه الخياطه ديال الفرماجات ديال ليكوان، الكليان اختار التوب باللون القرونه، يعني باش يجي متناسق على حساب اللون ديال الزربيه اللي حتى هي بالقرونه. بالنسبه لهاد السيديات ديال الخشب مخدومين بالام دي اف غادي نحاولوا نغلفوهم باللون القرونه. هادو غادي يكون المكان ديالهم في لي كاش ريدو مخدومين بالليزر، يعني حتى هما غادي نغلفوهم بالقرونه، يتغلفوا بالقرونه ويلصقوا في الكاش ريدو باش يكون الرابيل ديال اللون اللي درناه في ليكوان مع اللون ديال الزربيه مع اللون ديال التوب اللي دخلنا في لي بتي كوسان مع لي كالدو. هنا كما كتشوفوا انا كنقطعوا البونج، من بعد ما غادي نكوليوه ونغلفوه ونلصقوا ليه لي بروش في الوسط كما هو موضح في الفيديو.
هنا كما كتلاحظوا الطريقة ديال التغلاف ديال هاد السيديات بعد ما وصلنا البونج على الMDF. دابا جا الوقت ديال تغلاف التوب كما هو موضح في الفيديو كما كتشاهدوا. كندور على التوب بالكرافوز، من بعد عاد كنلصقوا البروش. بعد ما سالينا التغلاف، ها هي النتيجة النهائية. ها كيفاش نسقوه في لي كاشريدو. هذا هو الصالون مخدوم بالعود بواروج مضروب بالليزر باللون الذهبي. هانتوما كما كتلاحظوا الصالون بعد ما خيطنا الطلامط المخاد، بعد ما وجدوا العمارة ديالهم. ها كيفاش كتلاحظوا المخدة كيفاش جات، يعني فيها الفاز من القدام، وبالنسبة للظهر هكايا هاد التوب الوردة صغيرة. هادو الزربيات بالقرونة هما اللي غادي نفرشوا في الأرض. هادو ليكوان هما 3 ليكوان. هادو المخد حتى هما غيكونوا فوق ليكوان اللي غادي يتزادوا جنابهم هاد لي بتي كوسان هادو مربعين. هادو لي كالدو. هذا خلاص العبارة ديال البونج ديال الصالون. يعني بعد ما نفرشوهم غنعاود نصوروا الصالون، شوفوا معنا كيفاش طلع ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما كما كتشوفوا معنا الزريبيات ملي تفرشوا كيف جاو هكا عندهم بالقرونه. هنا حطينا البونج، كل عبار حطيناه في بلاصتو مع الفرماجات ها هما دوك ستادر. المهم بعد ما فرشنا ها كيفاش جا الصالون تبارك الله، الصحة والراحة. ها كيفاش جا غزال تبارك الله. هاد قرونة رويال كتجي معتبرة ان شاء الله. بعد ما يتخيطوا الريدوات غادي نعاودو نصوروا الفيديو ونديروه في فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، ودعمونا بالمشاركة ديالكم وباللايك ديالكم باش نستمروا في هذا العمل بحول الله. وأعانكم الله. السلام عليكم.